السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايزة أقول لكم إن أنا من كام يوم كده وحشني السلطات اللي من مطعم يا اللي كلنا بنروح نجيبها منه. لقيت إن السلطة بقت أكتر من 100 و120 جنيه، فقلت ليه حرام. قلت تعالوا بينا بقى نعمل سلسلة السلطات دي في البيت وبطريقة سهلة جدا، ومش هتكلفنا أكتر من 50 جنيه. وتعالوا نبدأ بقى بأكتر سلطة بحبها، سلطة الحمص، وما أقولكوش على الجمال والحلاوة. هنسلق عندي شوية حمص كده. بعد كده بقى هجيب بولة أحط فيها 2 ليمونه معصوره، معلقه كمون كبير، نص معلقه فلفل اسود، وحبه ملح. قلبيهم كويس بقى، وهنحط عليهم معلقتين كبار زيت زيتون. انا عايزه اقولك ان زيت الزيتون بيفرق جدا في طعمها. لو ما عندكيش زيت زيتون حطي زيت عادي مفيش مشكله. هحط بقى عندي كوبايه الحمص. بعد كده بقى هجيب بالظبط كبشه شبت كده بايدي، بس اكون مقطعه الورق. وهجيب كمان فلفل احمر، لو انت بتحبي الفلفل الاحمر اللي هو الحلو قطعيه كبير وحطيه، بس انا ما بفضلوش قوي. وبس كده احنا خلصنا السلطه. هقلبها بقى كويس جدا كده زي ما انتم شايفين، وامزج كل المكونات مع بعض، بس انا زودت لها كمان حبه حمص. وبس كده خلصنا. بجد يا جماعه طعمها احلى مليون مره من بره، وما اقولكيش بقى على الجمال والحلاوه. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوا مني بقى باقي السلطات، والف هنا وشفا. يا خرابي على الجمال والحلاوه.